بتبدأ الحكاية مع دان وبيكون عنده حصة رسم، وأول ما المدرسة بتلاقيه رسم تنين بتطرده، فبيخرج دان وهو متضايق جدا، بس مش بيكون لوحده لأن في واحدة في الفصل اللي جنبه بتطرد هي كمان علشان رسمة تنين وبيكون اسمها لينا. وفي نهاية اليوم الدراسي الكل بيروح، بس دان بيفضل مستني مامته اللي اتأخرت عليه كالعادة، فبتروح لينا وبتعرفه على نفسها وبتقوله إن باباها دايما بيتأخر عليها، وبعدها بتعرض عليه يروحوا سوا وبيكونوا ساكنين قصاد بعض، ومن وقتها بيكونوا أصدقاء وعلى طول بيرسموا وبيذاكروا وبيلعبوا مع بعض. دول كمان بيمارسوا هواياتهم وهي تربية البط، وبيوعدوا بعض إنهم هيفضلوا أصدقاء للأبد. وبيجي يوم بيكون صدمة في حياة لينا ودان، وده لما والد لينا بيقرر إنهم يسافروا، ولينا بتكون زعلانة جدا وبتروح تودع دان. وبعد مرور سنوات كتير دان بيكون شغال في توصيل الطلبات، ولما بيروح يوصل الطلب اللي معاه بيلاقي نفسه في مكان غريب جدا، وصاحب الأوردر بيكون أغرب، ده كمان بيرفض يديله فلوس وبيديله مكانها براد. ودان بيكون مستغرب جدا وبيقول له يلا مش مشكلة هحاسب أنا على الأوردر المرة دي. وبعدها بيمشي بسرعة علشان عاوز يشتري بدلة وبيشتريها وبيروح بسرعة للبيت. وتاني يوم بيصحى بكل حماس وبيلبس بدلته، وبنعرف انه متشيك كده علشان النهاردة عيد ميلاد لينا، وده بعد ما اخيرا عرف مكانها بعد السنين دي كلها. بس دلوقتي لينا بقت غنية جدا، اما دان فبدلته بتتقطع وبيفضل يتكلم مع نفسه وهو زعلان، لكنه بيتصدم لما بيلاقي البراد بيتحرك وبيطلع منه تنين ضخم اسمه لونج، وده مش بيكون قادر يستوعب اللي شايفه. فالتنين بيفضل يتكلم معاه وبيقوله انه تنين الاماني، وبيعرفه انه يحقق له 3 امنيات، وبيقول له كمان انه عاوز يدخل عالم الارواح، وعلشان ده يحصل لازم يحقق الاماني ل10 اشخاص، وان هو اخر واحد هيحقق له امانيه. وبنعرف انه محبوس في البراد ده بقاله 1000 سنة. ولكن فجأة بتظهر عصابة بتدور على البراد وبتروح لدان علشان تاخد البراد منه، بس دان بيرفض يديلهم البراد وبيهرب منهم، لكنهم بيفضلوا يجروا وراه. وفي الوقت ده بيتمنى أول أمنية وبيقول أتمنى لو كنت أعرف أقاتل. وفجأة دان بيمتلك قوة غريبة وبيضربهم كلهم، وكمان بيوقع عليهم الحيطة وبيهرب. وتاني يوم لونج بيركب دان على ظهره وبيوديه عند القصر بتاع لينا، وهناك دان بيطلب من التنين يحقق له أمنيته التانية علشان هو ولينا يرجعوا أصدقاء. والأمنية بتكون إن دان عايز يبقى غني لمدة يوم واحد، فبيحقق له لونج الأمنية، وكمان لونج بيتحول وبيبقى المساعد بتاعه. وبعدها دان بيدخل الحفلة وبيروح يسلم على لينا، لكن للأسف مش بتعرفه. وأثناء الحفلة بيدعو والد لينا علشان يرقص معاها، بس مش بيكون موجود، ولينا بتزعل جدا وبتتكسف قدام الحضور. ودان لما بيشوف لينا وهي خارجة لوحدها زعلانة من الحفلة بيروح وراها وبيلاقيها عمالة تعيط، فبيقعد جنبها وبيحاول يهديها. وفجأة الهدايا بتقع عليها وبيفضلوا يضحكوا، ووالد لينا بيكلمها فيديو كول وبيهنيها بعيد ميلادها وبيقول لها انه جاب لها هدية. ولما بتفتحها بتلاقي سلسلة زي اللي كان جايبها لها قبل كده. ووقتها والد لينا بيلمح دان واقف جنبها وبيحس ان شكله شيك وغني، فبيطلب منه انه يخرج يتغدى مع بنته بكرة. وطبعا دان ما بيصدق وبيعرفه بنفسه. اما لونج فبيقول لدان اخلص بقى يا عم واتمنى امنيتك الاخيرة خليني امشي. وبنروح بعدها لوالد لينا وبنعرف انه عنده ازمة مالية كبيرة. اما تاني يوم فبيروح دان يقابل لينا في مطعم غالي جدا، بس بيفضل يعمل تصرفات غريبة، ولونج بيفضل يقدم له نصايح وبيعلمه ازاي يتصرف زي الاغنياء، لكن دان بيبوظ الدنيا خالص. ولما بيكون لسه هيعتذر لها بتهجم عليه العصابة، فبياخد لنا وبيهرب، بس العصابة بتلحقه وبيفضلوا يضربوا بعض وهم متنكرين. ودان ولينا بينطوا من مكان عالي وبيعيشوا جو من المغامرة والمتعة وهم طايرين ومبسوطين. ولما العصابة بتيجي تنط زيهم بيقعوا على الأرض. ووقتها دان بيرجع لشكله الطبيعي من غير البدلة والماركات الغالية اللي كان لابسها، وطبعا لينا بتكون مصدومة. ولما كان لسه هيقول لها الحقيقة لينا بتعرف لوحدها وبتعرف انه دان جارها القديم، وبتكون فرحانة جدا خصوصا لما بتروح الحارة بتاعتها اللي كانت عايشة فيها وهي صغيرة. وكمان بتروح لبيت دان، وهناك مامة دان بترحب بيها وبتحضر لها الأكل. وبالليل لينا ودان بيخرجوا سوا عشان يتمشوا، وطبعا الجو بيبرد،
فدان بيديها الجاكيت بتاعه، وبيفتكروا وعدهم لبعض انهم هيفضلوا اصدقاء للابد. ولكن وقتها باباها بيتصل بيها وبيطلب منها ترجع للبيت. ولما لينا بتيجي تدي لدان الجاكيت بتاعه، دان بيقول لها ليه هو انا مش هشوفك تاني؟ فبتقول له بزعل انا حياتي مختلفة وعندي التزامات وبشتغل في شركة والدي. فدان بيقول لها فهمت، انا بمستواي ده مش مناسب ان اكون صديقك، صح؟ فاعتذرت له لينا وادت له الجاكيت ومشيت. ودان بيكون حزين جدا وبيقول للتنين لونج انا عاوزك تخليني غني جدا وعندي دهب كتير. بس وقتها لونج بياخدوا المكان غريب. وعلى الناحية التانية لينا بتروح لباباها، وباباها بيسألها عن الشخص ده وعن المكان اللي كانوا فيه، وبيعرف وقتها ان دان هو اللي معاه البراد السحري. وبنرجع لدان وبيظهر ان هو في قصر ضخم، ولونج بيقوله ان ده كان بيته وانه كان من العيلة المالكة، وكان كل همه يكبر ثروته، بس بسبب الثروة دي ابنه مات. ولما مر الزمن لونج تعب وكان بيودع الحياة، لكنه ملقاش أي حد جنبه، فراح لعالم الأرواح وطلب موكب ضخم يرحبوا بيه. بس هم حبسوه في البراد وحولوه لتنين أماني علشان يكون خادم ويتعلم معنى الحياة. وبيكمل لونج كلامه وبيقول لدان طول المدة دي ما قدرتش أعرف معنى الحياة غير لما قابلتك ولقيتك بتهتم بالأصدقاء والعيلة، وده الكنز الحقيقي. وفجأة بيدخل ولد لينا ومعاه العصابة وبيطلب من دان يدوله البراد. وطبعا دان بيكون مصدوم لما بيشوف والد لينا، ورئيس العصابة بيخبط البراد وبيوقعه من ايده وبيفضلوا يضربوا بعض، ووالد لينا بيقدر يوصل للبراد. أما رئيس العصابة فبيوقع دان من مكان عالي جدا، لكن والد لينا بيزعقله وبيقول له أنا قلتلك بلاش تأذيه. بس رئيس العصابة بيتخلص من والد لينا وبيوقعه، وبعدها بياخد البراد السحري وبيهرب مع باقي العصابة. ولينا بتوصل لمكانهم، ووالدها بيقول لها انه خسر كل حاجة ومبقاش عندهم ولا املاك ولا فلوس. وقتها بتفضل لينا تعيط وبتقول انا مش عاوزة حاجة غيرك. اما دان فبيلحق العصابة، بس رئيس العصابة بيضربه من العربية، لكن دان بينجح انه ياخد البراد على اخر لحظة. بس قبل ما يطلب منه الامنية الاخيرة البراد بيقع في العربية، والعربية بتقع بيهم كلهم من مكان عالي. لكن دان ورئيس العصابة بيمسكوا البراد، بس بيقعوا كلهم في المية ولونج بيغرق. أما دان فبيلحق نفسه وبيطلع على قطعة خشب. بس لونج بيرجع للحياة بعد ما أنهى خدمته كتنين أماني، لأنه فهم معنى الحياة ودلوقتي هيدخل عالم الأرواح. لكن لونج بيرفض وبيقول فاضل أمنية لازم أحققها لدان، وفعلا بيقدر يرجع بس بشرط واحد لازم ينفذه، وهنعرف الشرط ده كمان شوية. وطبعا وقتها دان بيفرح جدا لما لونج بيرجع له عايش، وبيدوله البراد وبيقول له اطلب آخر أمنية، وبتكون أمنيته إنه يساعد والد لينا ويرجعه للحياة. وبعدها البراد بيختفي ودان بيرجع لبيته وبيحضن مامته. وتاني يوم بيروح لهم البيت لينا ووالدها وبيشكروه على اللي عمله معاهم. أما دان لما بيدخل المطعم فبيلاقي براد مرسوم عليه تنين، والمفاجأة إن لونج بيخرج منه. فبيقول له دان انت ازاي انت مش في عالم الأرواح؟ فبيقول له انه رجع تاني عشان يحقق اماني 10 اشخاص ويكون خادم، وبيكون ده يا صديقي الشرط اللي كان لازم لونج ينفذه عشان يرجع لدان ويحقق له امنيته الاخيره. ووقتها دان بيتأثر جدا باللي لونج عمله، وبيقرر بعدها انه يبيع البراد عشان التنين يحقق احلام شخص تاني. ومن وقتها دان ولينا بيفضلوا مع بعض للابد. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.